قبل ما نبدأ الأنمي يا عزيزي لازم نترحم على الشهيد صالح الجعفراوي. ثانيا ما نوقفش مقاطعة لأن قضيتنا مش ترند. ثالثا ما تخليش الفيديو يلهيك عن صلاتك لأن محدش هينفعك وقت الحساب. القصة بتبدأ مع بطلنا شاب ياباني عادي اسمه تاكيرو. حياته كانت عبارة عن روتين ممل ومكرر، نفس المشوار للشغل نفس الشغل نفس الرجعة للبيت. كان حاسس إن الحياة دي مريحة، لكن في نفس الوقت كان جواه جزء بيتمنى يعيش حياة مختلفة، حاجة مش عادية تكسر الملل ده. وفجأة وهو غرقان في أفكاره بيظهر قدامه شخص غريب بيكلمه. الشخص ده بيعرف نفسه على إنه المسؤول عن النظام الشمسي، ولما تاكره بيسأله لو كان كائن فضائي بيرد عليه بيقوله إنه أقرب لما يكون مدير متوسط في إدارة الكون. الوصف ده خلى تاكره يحس إنه شخص عادي. بعدها الشخص ده بيشرح له إنه بيواجه مشكلة مع كوكب اسمه ماديوس، كل ما يحاول يظبطه الحضارات اللي فيه بتنهار بشكل مستمر، وقرر إنه يتدخل بنفسه. وبيشرح فلسفته وبيقول إنه هيرمي حبة خرز واحدة في عالم ماديوس، والحبة دي ممكن تعمل تموجات تكبر وتتحول لموجة قطر تغير العالم كله. ونفاجأ إن تاكره هو اللي هيكون حبة الخرز دي. تاكرو طبعا بيعترض وبيقول له ازاي تكرر حاجه زي دي فجاه، لكن الشخص بيرد عليه بصدمه اكبر: انت خلاص اتكلت على الله. وبيقول له لو ما رحتش كوكب ماديس دلوقتي جسمك هيتلاشى ببساطه. تاكرو بيتجنن من برود الشخص وهو بيقول له خبر زي ده، وعشان يطمن تاكرو الشخص بيقول له انه مش هيبعته بايد فاضيه، وهيديله هدايا وقدرات خاصه زي ما هو عايز. تاكرو بيسأل عن نوع الهدايا دي، فالشخص بيقترح عليه القدره على استخدام السحر. تاكرو بيتفاجئ والشخص بيديله امكانيات سحريه فائقه وبيسأله لو عايز حاجه تانية. تاكرو وهو متلخبط بيطلب من غير تفكير: شركة لطيفة هاكلك نظر بقى. فبيوافق وبيقول له إنه هيقابلها في الوقت المناسب. الشخص ما بيكتفيش بكده وبيقرر يضيف شوية هدايا من عنده. بيقول له هعزز مهاراتك في الاستكشاف علشان جمع الموارد ممكن تبيعه وتجيب فلوس، وكمان بيديله شنطة يدوية عشان يخزن فيها كل اللي بيجمعه. وفي الوقت اللي تاكره لسه بيستوعب فكرة جمع الموارد، الشخص بيكمل وبيقول هضيف لك لغة العالم ومقومات متنوعة. فجأة جسم تاكر بيبدأ يتغير والشخص بيقول إن وقته قرب يخلص. هو بيضيف له قطرات زيادة، بيقول بقلق: شكل كده زودتها شوية، شركتك هتكون أتمنى يكون ده كويس. تاكرو بيصرخ بقلق وبيسأله يقصد إيه، لكن الشخص بيقول له هتبقى كويسة هتبقى كويسة. هو بيكرر مرتين وده بيخلي تاكرو يحس بإحساس سيء جدا. هو بيختفي وبينتهي العالم الجديد. تاكرو بيصحى في وسط غابة ومش عارف يعمل إيه. أول حاجة بتيجي في باله إنه لازم يدور على مكان فيه ناس. بعد شوية مشي بيلمح قرية من بعيد وبيفرح جدا، لكنه بيفكر بمنطقية وبيقول إن لو راح من غير ولا مليم غالبا مش هيلاقي حتى أكل. هنا بيفتكر كلام الشخص عن قدراته لما كان بيقولها عزز مهاراتك في الاستكشاف، فبيقرر يجرب قدراته وبيقول بصوت عالي تفعيل سحر الاستكشاف، لكن مفيش حاجة بتحصل. بيفتكر إنه ممكن يكون بيقول الكلمة الغلط، فبيجرب كلمات تانية زي استكشاف بحث، ولما يقول بحث فجأة بيشوف علامات مضيئة بتظهر في كل مكان حواليه. بيفهم إن دي أماكن الموارد وإن السحر بيتفاعل بالكلمة الصح. بيقرر يجرب يفحص الموارد دي بتفصيل أكتر، فبيجرب كلمات زي فحص تحقيق مسح، ولما يقول مسح بتظهر قدامه معلومات عن أول مورد عشب ضوء القمر رتبة بي. بيفرح جدا وبيقول إن أول حاجة يجمعها من رتبة عالية. بيبدأ يجمع كل حاجة مضيئة بيشوفها زي فطر الأكاني وفطر العناصر وورق الإبرارة، معظمها كانت من رتب منخفضة. هو بيجمع بيلاقي حجر جميل جدا وبيعتقد إن ممكن يكون حاجة قيمة. بيعمل عليه مسح وبيكتشف الصدمة: فضلات آكل النمل المدرع رتبة عالية. بيستغرب إزاي فضلات ممكن تكون بالرتبة دي. من هنا بيفهم إن الموارد اللي ممكن تتباع بتظهر بأيقونات مختلفة وإنه يقدر يتعاقبها بسحر الاستكشاف. بعد ما بيجمع كمية كويسة بيقرر يروح القرية قبل الليل، ولما يوصل مدخل القرية بيقابله حارس اسمه مارلو. مارلو بيلاحظ إن تاكرو طويل جدا وبيسأله لو كان محارب، لكن تاكرو بيقول له إنه مجرد جامع موارد. مارلو بيستغرب وبيقول له إن دي مهمة نادرة، وبيعرفه على نفسه إنه من حراس قرية تورمي. بيقول له إن مفيش محل متخصص للموارد، لكن في متجر عام ممكن يبيع فيه حاجته. تاكرو بيروح المتجر العام وبيقابل صاحبه، بيسأله ممكن يشتري منه حاجة زي اللي معاه، وبيوري له فضلات آكل النمل المدرع. صاحب المحل بيتصدم وبيقول له إن شكلها وقوتها ولونها استثنائيين وإنه مندهش إنه لقاها. بيعرض عليه 5 عملات فضية مقابلها. تاكرو ما بيكونش عارف الأسعار فبيسأله عن تكلفة الليلة في فندق. صاحب المحل بيقوله إن الليلة ب 500 ريف، والعملة الفضية الواحدة بتساوي 1000 ريف. تاكرو بيعمل حسبة سريعة في دماغه وبيكتشف إن قطعة الفضلات دي تمنها يعادل 50,000 ين ياباني. بيوافق على السعر وصاحب المحل بيفرح جدا لدرجة إنه بيمسح قطعة الفضلات في خده من السعادة. صاحب المحل بيطلب يشوف باقي الموارد، ولما تاكرو بيوريها له بينبهر بالكمية وبيسأله ليه جابها لقرية نائية زي دي. تاكرو بيقول إنه رحالة وبيجمع موارد مختلفة. هنا صاحب المحل بيعرض عليه وظيفة وهي إن يجمع له خام المسرل من الجبل الشرقي، وفي المقابل هيشتري كل الموارد اللي مع تاكرو بمبلغ 360 ألف ريف، يعني حوالي 3.6 مليون ين. تاكرو بيتصدم من المبلغ. صاحب المحل بيديله خريطة للجبل، وبعد ما الصفقة بتتم بيقول له هو ماشي إن في وحوش هناك. تاكرو بيروح فندق عشان يستريح، وكان نفسه ياخد دش أو حمام، لكن موظفة الفندق بتجيب له مية سخنة ومنشفة وبتقول له إن ده للاستخدام مقابل 30 ريف عشان يمسح جسمه. تاكرو بيسأل عن الحمام فبترد علينا الحمامات دي للنبلاء بس، فبيحبط جدا من عدم وجود حمامات. لكن الموظفة بتفتكر معلومة مهمة وهي بتقول أنا سمعت بعض السحرة بيقدروا ينضفوا للناس بالسحر. الكلمة دي بتنور في دماغ تاكرو. بعد الموظفة ما تمشي
طبعا بعد ما اداها بقشيش كبير خلاها تتفاجئ. بيقرر يجرب سحر التنظيف، بيقول كلمات زي غسل تطهير تنظيف. ولما بيقول تنظيف فجأة جسمه كله بينضف في لحظة. بيفرح جدا، لكنه كمحب للحمامات كان لسه حاسس الموضوع مش مرضي كفاية. في طريقه للجبل بيستمر تاكر في جمع الموارد. بيوصل لمنطقة اسمها غابة الأشجار البيضاء، المعروفة كمان باسم غابة التنانين القديمة، وهي منطقة خطر من لعب الوحوش. بيستغرب ازاي صاحب المحل بعته لمكان زي ده. بيستخدم سحر الضوء عشان ينور طريقه. الغريب انه مش بيلاقي كائنات حية ولا حتى وحوش، وبيخمن ان ده ممكن يكون بسبب ريحته السيئة. بيعتبر دي ميزة لان مفيش حاجة بتهاجمه. بيوصل لكهف وبيبدأ يدور على خام المسرل. بيلاقي خام فضة، لكن لسه مفيش مسرل. بيستخدم بحث وبيلاقي إشارة ضعيفة في عمق الكهف. بيستخدم سحر عشان يكسر الصخور زي اشتعال وثوران، وبيلاقي قطع صغير من خام المسرل. بيحس بزلزال، لكنه بيقرر يكمل لأعمق نقطة ممكنة. في عمق الكهف بيكتشف بحيرة جوفية ميتها صافية بشكل لا يصدق. بيستخدم مسح وبيكتشف إنها مياه سحرية جوفية رتبة اس اس من عرين تنين قديم. بيعتبر ده أكبر اكتشاف ليه حتى الآن. وهو بيفكر ياخد شوية من المية دي بيسمع صوت مهم بيسأله مين يجرؤ يصحيني من سباتي. بيظهر قدامه تنين ضخم. تاكرو اللي اتعود ينحن لكل الناس في حياته العملية بينحن التنين باحترام، وبيعتذر عن دخوله بيته من غير إذن. التنين بيتعجب بهدوء أعصابه وبيسأله عن هويته. تاكرو بيعرفه بنفسه، والتنين بيستغرب ازاي بشر عنده قوة سحرية هائلة زي دي لدرجة إنها صحته من نومه. التنين بيعرف نفسه على إنه التنين القديم فولديوس. تاكرو بيستأذنه يناديه فول سان. يا عزيزي مستغربش، هو فول. والتنين بيوافق. فولديوس بيطلب مساعدة تاكرو وبيقول إن بقوته السحرية النقية ممكن يقدر يصحي طفله. بيشرح إن المنى الملوثة في المكان منعت بيض الطفل من الفأس، وكمقابل بيعرض على تاكرو كمية كبيرة من خام المصري السحري. تاكرو بيوافق فورا. فولديوس بيوريه بيضة ضخمة جدا وبيطلب منه يصب قوته السحرية فيها. تاكرو بيفكر إنها بيضة فلازم يسخنها، فبيستخدم سحر الحرارة، لكن القوة بتخرج عن السيطرة والبيضة بتبدأ تلمع بشكل خطير. فجأة تاكرو بيلاقي نفسه في فضاء أبيض، وبيقابل شخصية غريبة تانية. الشخص ده بيكون متعصب وبيقول إن الحكيم الأول أبسط خطته اللي بقالها مئات آلاف السنين بتدخلاته. بيقول لتاكرو مش هو اداك قدرات خاصة؟ أنا هخففها شوية. وبيفكر إن هو اللي طلب شريكة لطيفة. وفجأة رؤية تاكرو بتغواش وبيقول إن شوية مشاكل هتفيدك. تاكرو بيرجع للكهف وبيلاقي إن البيضة فقست وخرج منها تنين أسود صغير. التنين الصغير بيبدأ يلحسه وبيحب تاكرو. فولدوس بيطلب من تاكرو يدي للطفل اسم مستعار. تاكرو بيفكر وبيقول إيه رأيك في بيه؟ التنين الصغير بيفرح بالاسم. فولديوس بيوافق على الاسم وبيقول بيه فور بلاك فولديوس. المفاجأة الكبرى إن فولديوس بيقرر يوكل مهمة رعاية ابنه بيه لتاكرو، وبيقول إنه بيثق فيه بسبب قوته اللي بتفوق قوة التنين نفسه. بتظهر رسالة بتقول إن التنين القديم الصغير بيه ينضم لفريقك. تاكرو بيحتاج في البداية، لكنه في النهاية بيقبل مصيره الجديد. وبيستخدم سحر التنظيف على بيه اللي ريحته كانت زي السمك. في نهاية الحلقة يا عزيزي، فيديو الأنمي اللي أنت بتشوفه ده ما هو إلا خيال في خيال. بس سلام.